شاهدت مقطع لعبد الملك الحوثي وهو يطلق تهديدات عنيفة وغير مسبوقة وواضحة للمملكة العربية السعودية. وبحسب معرفتي وخبرتي بحركة الحوثيين هذا المقطع خطير جدا، وهو سيؤدي في الخاتمة إلى تفجير حرب. اسمعوا هذا المقطع ثم سنعلق عليه. وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين. هذا المقطع ليس فقط تحذير وتهديد للمملكة العربية السعودية لمحاولة ابتزازها، إنما هو تمهيد وتجهيز للرأي العام في الداخل والقواعد الحوثيين للحرب. هذا المقطع أعده الإعلام الحربي، وهذا المقطع هو شبيه بالمقاطع التي كان يجهزها الإعلام الحربي الحوثي قبل تفجير حرب من حروب صعدة اللي هي 6 تقريبا مع النظام اليمني. أنا عارف جماعة الحوثي وأدرك أن هذا المقطع هو إعداد وتجهيز لحرب، فقط الحوثي يبحث عن الذريعة وينتظر أي شيء يعطيه ضوء أخضر لكي يفجر هذه الحرب. وهذه الحرب من وجهة نظري ستكون حرب الابتزاز الأولى. شفتوا معارك حروب صعدة، حرب صعدة الأولى، حرب صعدة الثانية، هذه ستكون حرب الابتزاز الأولى للمملكة العربية السعودية. الحرب السابقة بينه وبين المملكة، وللأمانة السعودية هي التي اعتدت على جماعة الحوثي. صحيح أن السعودية قالت أن الشرعية طلبت منها ذلك، ولكن في النهاية الحوثي يقول أنه لم يهاجم السعودية، وهو انقلب على السلطة في اليمن أو سيطر عليها بثورة شعبية أو أي شيء، ما دخل السعودية وهذا الأمر، ويصنف ما قامت به السعودية باعتباره عدوان. وهذا وجهة نظر قد يكون لها بعض المصداقية والموضوعية، لكن أي حرب جديدة يفجرها الحوثي ستكون أولا عدوان منه على المملكة العربية السعودية، والهدف منها الابتزاز، وبالتالي ستكون حرب الابتزاز الأولى. وإذا لم يحسم وتحسم هذه الحرب من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل التحالف، أقصد من قبل الشرعية اليمنية والقوات اليمنية الموالية للشرعية، فسنكون أمام سلسلة من حروب الابتزاز التي يعملها عبد الملك الحوثي. وكلما لبت المملكة العربية السعودية أو الشرعية له بعض المطالب تجنبا للدماء وحتى لا يدخل الشعب اليمني في حروب جديدة، كلما زاد في مطالبه. السؤال هو لماذا يطلق عبد الملك الحوثي هذه التهديدات؟ بعد الأحداث في إيران اعتقد عبد الملك الحوثي أن إيران انتصرت وأنها باستهدافها لدول الخليج، مع أن دول الخليج لم تعتدي عليها، لكنه استهدفها بذريعة وجود قواعد عسكرية. وصحيح هناك قواعد عسكرية، لكنه لم يكتفي باستهداف القواعد العسكرية، ضرب منشآت مدنية، ضرب مطارات، ضرب بنى تحتية لا علاقة لها بالقواعد يعني، لكن وجدها ذريعة لابتزاز دول الخليج وابتزاز العالم، ونجا من هذا الأمر. ولم يقوم العالم بالتحرك بما يكفي، ولا يدين مجلس الأمن الاعتداء الواضح على دول الخليج الإدانة الحقيقة ويفرض عقوبات على إيران، وهذا أمر مستغرب. يعني يفترض أنه كان يتحرك مجلس الأمن بشتى أنواع الأسلحة التي لديه، ليس الأسلحة أقصد أسلحة القرارات العقوبات وغيرها، لأن ما حصل على دول الخليج وبالذات ضرب منشآتها بنيتها التحتية ومنشآتها الاقتصادية هو جريمة حرب. كان يفترض أن تكون هناك قرارات إدانة من مجلس الأمن وفرض عقوبات ليس من الولايات المتحدة إنما من مجلس الأمن، ويفترض بدول الخليج أن تسعى من الآن لاستصدار قرارات ضد النظام الإيراني على الأقل لكي لا يكرر قصف المنشآت المدنية داخل هذه الدول، لأن ما حدثها السابقة هي الأولى، ولا أدري لماذا هذا السكوت. عموما
الحوثي يصنف ما حصل أنه انتصار لإيران، وإيران يعتقد أنها نجحت في ابتزاز دول الخليج، ويصدق أن دول الخليج سيذهبوا ب 300 مليار دولار الذي تحدثت عنها بعض المصادر الأمريكية. فهو بيقول لك خلاص أنا برميل النفط عندي، السعودية جنب راسي، أقصفها وبايدوا لي فلوس وبايدوا لي اللي يشتي، ويعني بيعتبره ابتزاز يعني. وبيقول لك معنا ذرائع انه ما اعتدوا علينا وانهم ساهموا في الحرب وانهم تدخلوا، يعني بيصنع اساسا ذرائع من الهواء. فكيف اذا معه بعض الموضوعيه في بعض او بعض المنطق في بعض الحجج؟ المهم انا من وجهه نظري ان على المملكه العربيه السعوديه والشرعيه اليمنيه ان تاخذ هذه التهديدات بجديه، هذا واحد. الامر الاخر ان يستغلوا هم اي حرب يشنها الحوثي لكي يسعوا لاسقاط نظامه. المملكة العربية السعودية بدأت تلعب دور الوساطة منذ بضعة سنوات، لكن إذا استهدفها الحوثي أنا أولا أنصح الشرعية والسعودية أن لا يعطوه ذريعة أبدا، دعوه يدفع لكي يبادر هو. الحوثي يعيش في أزمة، قواعده الشعبية تعيش في أزمة، الوضع الاقتصادي مدمر، الشارع انقلب عليه، الشارع قد ضده 100%، أو يعني أكثر من 90% في المناطق اللي هو فيها حتى ما فيها صعدة، بسبب الفقر، بسبب الفشل الاقتصادي، بسبب أنه ظهر للناس أن أصحابه لصوص وظلمة ومجرمين أكثر بشاعة من كل الأنظمة التي حكمت اليمن، بل وحكمت في كل الدول العربية، وبالتالي سقطت حتى قضاياه الأخلاقية التي رفعها. ومن هنا هزيمة الحوثي باتت سهلة. عليكم أن تجهزوا أنفسكم للمعركة الأخيرة مع الحوثيين، وانتظروا إلى أن يفتح المعركة هو. عندما يفتح المعركة تعلن عليه حرب رجل واحد من قبل الشرعية والقوات اللي معها في الساحل واللي في تعز واللي في مأرب والقوات اللي في المحافظات الجنوبية والمملكة العربية السعودية. إذا قد استهدفكم دخلتوا بجيشكم لا عند الحوثي، لكن نشتي تتجنبوا المنشآت المدنية والأخطاء السابقة اللي حصلت في الحروب الماضية. ما لم احنا بارجع نتخابط احنا وياكم. المدنيين المدن تجنبوها، فتحوا جبهة مع الحوثي، يعني ادخلوا انتم والقوات اليمنيه افعلوا ذي تشتروا، هذه حروب، لكن تجنبوا المدنيين يكفيهم الدروس الماضيه، لان استهداف المدن والمدنيين وعدم الحرص. انا عارف ان انتم ما تقتلوا مدنيين يمنيين، لكن بصراحه ما كانش بحرص في بدايه التحالف. هذا الامر ادى للحمه شعبيه ووطنيه للحوثي، وقدمه باعتباره حركه وطنيه يدافع عن اليمن. بسبب ماذا؟ بسبب الاخطاء، وللامانه جزء كبير من هذه الاخطاء لان الاحداثيات كانت ترفع من بعض التافهين والحقراء اليمنيين اللي كانوا في الرياض، كانوا يستخدموا هذه الإحداثيات للانتقام من بعض الأشخاص، سواء بضرب منازلهم أو بضرب مصالحهم أو بضرب أي شيء، وهي انتقامات شخصية ولم تكن ضمن البنود العسكرية. عموما على المملكة العربية السعودية والشرعية اليمنية أن استعدوا للحرب. الرجال مجهز حرب، وأنا بين أقول لكم هو فقط بيبحث الذريعة. أنا أعرف نغمة الحوثي في هذا التقرير مختلفة تماما، وسعيه للحرب هو ليس دليل قوة منه، هو دليل فشل اقتصادي، لكن لديه قوة عسكرية يريد أن ينقل هذه القوة العسكرية يحولها إلى مكاسب اقتصادية تدول زلط، تدول مرتبات. هو معتقد هكذا، معتقد أنه أمريكا ستفرج عن بعض الأرصدة الإيرانية ومستحقات إيران لديها، وهو الآن يعتقد أن هناك مستحقات لدى المملكة العربية السعودية بحكم أنها حاصرت اليمن وأنها منعت عنه إيرادات اقتصادية، وقد مطلع لكم قائمة ب 500 مليار دولار. فهو بيعتبرها حقوق كن ودها دايم. عقليته هكذا. أنا بقول لهم خبيه يفكر لا يزعل مني. بيخوض الحرب معتقد ان انتم بتدوا له زلط، مثل ما امريكا بتفرج عن ارصده ايرانيه، مع انه حق ايران هذه كانت ارصده، لكن عبد الملك بيصنفها هكذا. فالرجال بيعد حرب، كونوا جاهزين وركزوا كيف تكون الحرب بحيث يتجنبوا المدنيين، ولا تفتحوا له جبهه هنا شويه وجبهه هنا شويه. اذا فتحت حرب يجب ان تفتح في كل الجبهات في نفس الوقت. اقسم لكم بالله، استغفر الله انا كافر والله قد بعيدها. شوفوا الحوثي والله أنه أضعف بكثير من 2014 و2015، ومن السهل هزيمته. فقط تفتح الجبهات كلها في نفس الوقت الحوثي سيكون ضعيف وعاجز. الحوثي كان ينتصر لأنه تفتح جبهة هنا وتجمد باقي الجبهات، فيجمع كل قواته من كل الجبهات ويضرب هذه الجبهة. ولماذا كانت الجبهات هكذا؟ لأنه جبهة تابعة للإصلاح، جبهة تابعة يسموها المؤتمر، جبهة تابعة للقوات الجنوبية، جبهة تابعة للاشتراكيين أو ناصريين، جبهة
لواهانة ما ينفعش هذا الكلام. إذا فتحت جبهة تفتح يعني فتحت حرب تفتح في كل المناطق في نفس اللحظة وتكون حرب نهائية، لأنه كل حرب يخرج الحوثي منها غير مهزوم هو يصبح منتصر، حتى ولو لم ينتصر لكن وجوده واستمراره هو انتصار. هذه نصيحة أخوية للشرعية وللقوات التابعة لها وللإخوة في المملكة العربية السعودية. واسعوا لعرض السلام عليه، واسعوا لإبراء الذمم، عرضوا عليه كل أنواع السلام، كل أنواع الوفاء، لأجل إذا خضتوا حرب تكون الخاتمة ويعرف الناس أنه من سبب هذه الحرب هو عبد الملك الحوثي. وأي حرب حتما بيكون فيها ضحايا، بيكون فيها أضرار جانبية، لكن الأضرار الجانبية بعد أن يكون هناك حرص عالي جدا 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 على المدنيين والبنى التحتية. ومن يتحمل المسؤولية بعد أن تفعلوا هذه الأشياء كلها سيكون المعتوه عبد الملك الحوثي بانقلابه، لأنه هو الذي دفع لكل هذه الحروب، برفضه للتسوية، بإصراره على تجيير الاتفاقية اللي عملتها الأمم المتحدة مع الشرعية وما فيها من بنود مصالحة لمحاولة الاعتراف بسلطته. لا يريد هو شراكة سياسية، فهو يتحمل المسؤولية. تحياتي لكم وفي أمان الله.